السلام عليكم. طبعا انا ببوكشا ماركت بحديقه الشاميه، حديقه وهران. شنو في بوكشا ماركت؟ شنو داخل المعرض؟ داخل بوثات حق شباب كويتيين، لا احد يقول الشاب الكويتي ما يشتغل. تعالوا شوفوا الشباب شنو عندهم من اكل، من ملابس، حتى خشب عندهم. وداخل المعرض حتى العاب فيه، يعني كبير وصغير يقدر يدش ويستانس. تعالوا خلينا نشوف شنو موجود. فنانة دال بروسلي شنو تسوي؟ يعني هو شيء جديد، انا ما اشوفه بالاكسبلور بالانستغرام. مثل ما تشوفون ترسم على البواك، على الجناط، على الجواتي تكرمون. شيء جديد انا شخصيا ما شفته واول مره اشوفه، وهي تعتبر اول فنانات اللي سوت كذي. ففنانه، شوفوا بعيونكم واحكموا. زين، عندي سؤال انا. السؤال شلون الشغله؟ ما شوف. اي والله خوش مكان وماشي والاجواء حلوه والوضع وايد حلو، وهم الجو حلو. طبعا المحل هو اسمه فلان وهو براند كويتي، طبعا مختص في اللغه العربيه خصوصا، يعني مثلا الكلمات الكويتيه القديمه، المسلسلات، يعني جميع شيء متعلق بالفن الكويتي القديم. احنا وظفناه طبعا عن طريق التصاميم، تيشيرتات مثلا على اشكال معينه وعلى تصاميم معينه. ما ادري ليش اشتغلت لا، بس هذه لعبتي. طفت من قوه الطقه، كل ساعه تطفي. كل شيء تبيه موجود هنا، ملابس، كب كيك، ورق عنب، عصير، خشب. راح اوريكم الخشب شنو. في واحد يسوي خشب بالمعرض، بس ما يسوي بالمعرض، يعني يبيع خشب بالمعرض. بسألك بخصوص الشغل اللي قاعد تشتغله اللي هو الخشب، شلون الشغل وياك؟ والله الشغل متعة، والواحد لازم يشوف له هواية يشتغل فيها وينمي مواهبه ويستفيد منها. فشغل الخشب والرزن شغلة جديدة صايرة عالميا، بدأت هني تتطور عندنا بالكويت. فيها إبداع، فيها كمية كبيرة من الفن، بالإمكان أي شخص على حسب ذوقه وفنه يتفنن ويطلع بشغلات حلوة مميزة. تقدر تقول لي شنو عندك هني؟ عندنا تقريبا كل شيء، من روايات، قصص، كتب مترجمة، تنمية بشرية، شعر، خواطر، تقريبا كل شيء موجود. احنا مشروع سكين كير، عندنا سمفرات، عطور جسم، لوشنات وزيوت جسم وخمريات. عندنا انواع كوسه، عندنا كوسه بالليمون هالبينو وكوسه بالليمون. عندنا انواع سلطات مثل ما انت شايف، سلطه ناتشز، سلطه دمامي. عندنا الريزوتو بسبانخ والدمامي. كله شغلكم؟ كله شغل بيت؟ انا ابيع دلاغات، هذول كلها تصاميمنا احنا، كلهم حياكه مو طباعه.